اتحاد الرياضيين بالمنطقة. بهذه المناسبة أنا كنهني جميع مكونات الفريق، وبالتالي أتمنى لهم يعني مستقبل ظاهر في هذا الميدان، وبالتالي التطلع إلى الأمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم معكم الحاج قادر السيد، عضو في المكتب المسير ديال فريق الشباب البحث البيضاوي. هذه مناسبة سعيدة اللي مناسبة ديال الصعود ديال الفريق ديالنا. هذا فخر امتزاز بالنسبة للمنطقة، المنطقة ديال 04. شرف كبير لنا باش يكون واحد من المسؤولين ديال الفريق اللي هو محمد جوبا، اللي هو اصلا كان كلاعب داخل الفريق وبذل مجهود كبير. بطبيعة الحال ما الطاقم التقني ولا الاداري ولا اللعابه، لان بذلوا واحد المجهود كبير. بقات منافسه اللي هي منافسه شرسه مع جميع الفرق. بطبيعة الحال كل واحد عنده كذا على الحق ديالو. هذا الصعود هذا جا من واحد المجهودات كثيره، وصراحه انا شخصيا كيذكرني في الصعود ديال 1986 اللي ذاك الوقت اللي كنت كمدرب ديال الفريق بالنسبه للقسم الوطني الثالث، وطلعنا القسم الوطني ديال الثاني. وهذا كيخفاش على المجهودات اللي كيقوم بها الفريق، اللي كنتمنى حاليا الفريق هو موجود اللي خاصو هو فعاليه ديال المنطقه، لا السلطات المحليه ولا السلطات المنتخبه تساعدوا، لان المسؤوليه غدا وكتكبر. لان دابا المجموعه ديال الهوات واحد ماشي هي مجموعه ديال على الصعيد الوطني، لان غادي تكثر واحد المجموعه ديال السفريات، مجموعه ديال المنح، مجموعه ديال المصاريف. اللي كنتمناو تكون واحد الاعانه شامله على حساب المنطقه، واللي كنتمنى باش الفرق الاخرى كلها تحدوا الفريق ديالها، منهم اتحاد سباتة، منهم السهام، باش على الاقل المنطقه ديالنا تكون زاهره. وكلمه اخيره اللي كنتمنى لازم نلعب هادو مسؤولين عليه، لان الان الفريق صعد، الموسم المقبل ما عندناش غادي نلعب، من خصنا نلعب هو كاين، خص الاصلاحات تكمل فيه. وكنتمناو باش نلقاو واحد اذان صاغيه لهذا الملف هذا. وكنشكروا جميع الاخوان وجميع اللي ساهموا في هذا الصعود هذا، وشكرا. كما كتشوفوا جوج العائله مع اللعابه الفريق حقق الصعود. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.